النهارده وبعد مباراه المغرب والفرحه الكبيره اللي شفناها الفتره اللي فاتت ومباريات كاس العالم والاداء العالمي والتصوير والزخم الاعلامي الموجود حوالين البطوله، عدنا للدوري المصري، الدوري الممل جدا جدا، الصوره البايظه جدا جدا، الملاعب البايظه جدا جدا. ونبتدي حلقتنا النهارده الكوره مع ميجي. قصه زكريا الوردي وفوز الزمالك على طلائع الجيش وفوز الاهلي على غزل المحله في حلقتنا النهارده من برنامجكم الكوره مع ميجي. اصدقائي وحبايبي اللي اتفرجوا على حلقاتي، يا ريت تكمل الحلقه للاخر، زودوا احد اصدقائك الاشتراك في القناه وتشير الفيديوهات بتاعتي على اي منصه تواصل اجتماعي، وشكرا. امبارح كانت قمه الدوري المصري وقمه مصغره، يعني اول الدوري مع ثاني الدوري، النادي الاهلي مع غزل المحله، وقدر النادي الاهلي يخلص المباراه خلال الشوط الاول بهدفين دون مقابل. الشوط الاول كان مميز جدا للنادي الاهلي واضاع اكتر من فرصه محققه، وما قدرش نادي غزل المحله انه يبادر النادي الاهلي الهجمات، وان كانت بصمات بابا فاسيليو باينه على اداء غزل المحله من خلال الكرات القصيره اللي بيلعبوها والكره اللي على الارض وبيطلع بالكوره من تحت لقدام، ولكن مع استخدام الحاجات دي كلها ما قدرش انه يعمل هجمه منظمه على النادي الاهلي، نظرا لان النادي الاهلي بيلعب منظم جدا في دفاعه وفي هجوم. يعني النقطه اللي باخدها على بابا فاسيليو مدرب غزل المحله، مش كل الفرق تلعب معاه بنفس الطريقه. اذا صحيح انت بتبني كوره من تحت وملعب فريق غزل المحله بيلعبوا كوره على الارض، على خلاف السابق كان لاعب المحله عشوائي وكله معتمد على الكوره الطويله، ولكن لم يجهز فريقه جيدا للنادي الاهلي من خلال خطه مناسبه تنفع مع النادي الاهلي. النادي غزل المحله ملوش ولا هجمه على النادي الاهلي على الاطلاق، ولا اي خطوره مثلها على النادي الاهلي، بل ان النادي الاهلي كان ممكن يجيب 4 أو 5 اهداف خلال الشوط الاول. احسن حاجه في المباراه بالنسبه للاهلاويه هو كان ظهور بيرسي تاو باداء مميز جدا جدا جدا، لكن في العموم ظهور مميز لبيرسي تاو امبارح اللي قدم مباراه كويس. مشكله النادي الاهلي تحديدا موجوده في راس الحربه. لحد النهارده مارسيل كولر مش عارف هو بيلعب مين راس الحربه، لدرجه ان امبارح لعب بيرسي تاو اللي هو اصلا مش مهاجم، لعبه مهاجم ولكنه اجاد في الحته دي امبارح، ولكن هو مش مقتنع لا بيرسي تاو في الهجوم ولا محمد شريف ولا بشادي حسين ولا حسام حسن، عمال يغير فيهم الاربعه وبيلعب كل واحد ماتش. لحد الان مش قادر يختار احدهم ليكون المهاجم الرئيسي للنادي الاهلي. ولكن انا وجهه نظري انه لو لعب واحد منهم من كل المهاجمين دول ماتشين 3 ورا بعض، اللعيب ده هيحس انه اللاعب الاساسي وهيبدا اكتر وهيبتدي يعود لمستواه زي محمد شريف مثلا، لان محمد شريف كان مهاجم النادي الاهلي لفتره طويله جدا ولازم يستعد الثقه باعطائه مزيد من المباريات، ولكن مش انك تلعبه نص ساعه او ربع ساعه في المباراه. اسوأ ما في المباراه امبارح التصوير سيء جدا 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 جدا. ما تعرفش ده عيب كاميرات ولا عيب ملعب، وان كان عيب مركب. ملعب غزل المحله لا يصلح للعب كره القدم، مليان نقر، الحته اللي عند الجون من الناحيه دي والجون من الناحيه دي ونص الملعب تماما بايظين، ما ينفعش يتلعب عليهم كوره خالص. الى جانب التصوير نفسه لحد النهارده لسه بيصوروا بكاميرات اس دي، يعني الناس كلها شالت التلفزيونات بتاعتها وما جابتش شاشات وبس، لا ده جابت شاشات سمارت وفول اتش دي و4 كي وليله كبيره، ولكن ما زال التصوير بتاعنا سيء جدا بكاميرات اس دي. بتشوف صوره ولا اسوأ، يعني انت يعني احيانا الواحد بيشك في عينيه، لكن الحقيقه ان التصوير في مصر سيء جدا جدا جدا. هنخش على مباراه الزمالك وطلائع الجيش واللي انتهت لصالح الزمالك ب 4-0، وجدل تحكيمي كبير جدا جدا على اغلب حالات اللقاء، والماتش ده كان ممكن يبقى مشكله كبيره جدا لو كان خلص بالتعادل، نظرا ان الزمالك احرز هدف صحيح في الشوط الاولاني وله ضربه جزاء في الشوط الاولاني، لكن الحكم تغاضى عن كل ده واستكمل المباراه. لكن نادي الزمالك قدر يخلص المباراه 4-0 في نتيجه لصالحه كبيره جدا جدا. زي ما احنا عارفين طلائع الجيش كان بيلاعب النادي الاهلي المباراه اللي فاتت، والنادي الاهلي بالعافيه كسب 2-1. يعود اداء نادي الزمالك في المباراه بتاع امبارح دي البطء الشديد، وكأن لعيبه نادي الزمالك عارفه انها كده كده هتكسب المباراه، فبتلعب مباراه تحس ان هي حصه تدريبيه. ولكن فيريرا بيظل يصمم على الطريقه اللي بيلعب بيها، وبيلعب بدون مهاجم صريح، ومره يلعب اوباما ومره يلعب مصطفى شلبي، ومش معترف بسامسون او شمشون الجبار راس حربه. وده بيثبت ان نادي الزمالك صحيح جاب 11 صفقه في الصيف اللي فات، ولكن كلها كانت على غير رغبه المدير الفني لنادي الزمالك، وان مجلس اداره بنفسه هو اللي تدخل واشترى الصفقات دي، نظرا ان دي احسن صفقات موجوده في السوق، مش لان نادي الزمالك محتاج الصفقات دي. زي ما قلنا نادي الزمالك بشبابه قدر يحسم السيزون اللي فات وياخد الدوري لتاني مره على التوالي من النادي الاهلي بالشباب دول،
نيمار وسيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه، لعيبه جامده جدا، ولما اخذت فرصتها السنه اللي فاتت اثبتت نجاح كبير جدا جدا، وقدروا يحسموا الدوري لصالح النادي الزمالك. لكن اداء نادي الزمالك بطيء جدا جدا، ولازم الزمالك يشتغل على النقطه دي ويرجع لطريقه 4-2-3-1 اللي كان بيلعب بيها السنه اللي فاتت، ويلعب كل لاعب في مركزه، هيدي اكتر، ونادي الزمالك اداؤه هيتحسن وهيتغير الفتره الجايه. نخش على موضوع زكريا الوردي واللي فسخ تعاقده امبارح مع نادي الزمالك، وقال كده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكمان امير مرتضى منصور قال كده في برنامج زملكاوي امبارح بالليل، وانه تم فسخ العقد بالتراضي، لان الراجل اتحط عليه ضغوط كبيره جدا جدا بعد خساره النادي الاهلي في السوبر، وانه كان السبب الاساسي في السوبر الى جانب اصابته بعد المباراه، وان اللعيب بيمر بازمه ثقه زي ما حصل مع محمود علاء واوباما وغيره من اللعيبه اللي ما قدروش يستعيد مستواهم تاني. فكان طلب زكريا الوردي انه يفسخ تعاقده بالتراضي. طبعا اداره نادي الزمالك رحبت بالموضوع ده، وخصوصا فيريرا، لان فيريرا اصلا ما كانش مقتنع باللعيب، وخصوصا بعد اول مباراتين، مباراه في الدوري ومباراه السوبر، وكان اداؤه ضعيف جدا، وكان تقريبا سبب الاهداف اللي كانت بتدخل نادي الزمالك، في كلام انه بيلعب في غير مركزه وبيلعب 6 وفيريرا بيلعبوا 8 والكلام ده، ولكن احنا شفناه فعلا لعيب اقل من انه يلعب في نادي الزمالك، ولكن الطرفين الى حد ما اتفقوا انهم ينهوا العقد بالتراضي، وخصوصا ان نادي الزمالك ما دفعش جنيه في زكريا الوردي، فالزمالك تعاقد معاه بدون مقابل، لكن زكريا الوردي بادائه ما اثبتش انه لعيب جديد بتيشيرت النادي الزمالك. الكلام الجديد ان زكريا الوردي فعلا طلب فسخ التعاقد، وفسخ التعاقد لانه اصلا عنده عقد من نادي اماراتي، وتحديدا نادي الجزيره الاماراتي.